السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي الحلوين؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا العيد عدى خلاص، بس برضو احنا اللي بنعمل الفتة بعد العيد. طبعا الفتة اتعملت عندنا بعد العيد لان انا كنت متأخرة جدا في التصوير، فعلشان كده اتصورت متأخر وكمان دلوقتي نزلتها متأخر. يلا نشوف هنعمل ايه مع بعض. وطبعا لو انت اول مرة تشوفي القناة دوسي اشتراك وفعلي زر الجرس عشان تشوفي معايا الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله، ودوسي لي لايك حلو يشجعني ننزل لك فيديو قريب ان شاء الله. اول حاجه عملتها اللحمه بتاعتي دي كانت لحمه لسه مذبوحه طازه، فانا طبعا فضلت ان انا اعملها كده على طول من غير ما اصمتها معاكم زي ما احنا متعودين. وانا كمان كنت عايزه الشوربه دي تبقى سمينه كده وحلوه لان محتاجينها في حاجات كتيره قوي وهتشوفوا معايا كمان. عملت ايه؟ نزلت في الميه السخنه بتاعتي بصلتين كده حلوين وطماطمايه، ورق لورا بقى حبهان وفلفل اسود وملح. بهاري براحتك، لو انتوا بتحطي الملح في اخر خطوه خالص من اللحمه بتاعتك مفيش اي مشكله. زي ما انتم شفتم انا حطيت كميه صغيره من الملح لان انا بحب اضيف الملح من الاول حتى ولو كان المقدار كامل، وهستنى عليها 10 دقايق في السوا، لكن بتطعم وبتبقى تحفه تحفه تحفه. لو انت من الناس اللي مقتنعه انك تسيبي اللحمه الملح في اخر اللحمه مفيش اي مشكله. هنا حطيت اللحمه بتاعتي كلها وكان فيهم حته ماسوره كده، وابتديت طبعا ان انا اتابع. اول ما غلي كده ابتديت اهدي النار بتاعتي، اي ريم مش لطيف هيطلع على وش الشوربه هاخده اول باول وهنقي الشوربه بتاعتي اهو زي ما انتم شايفين يعني. هروح واجي عليها اشيل الريم بتاعي لحد ما تطلع معايا شوربه تحفه زي ما انتم شايفين كده. ايه رايكم بقى في الشوربه بتاعتنا النهارده؟ يعني بصوا حاجه كده جميله جدا. طبعا انا محتاجاها معايا في الرقاق وكمان استخدمتها في حاجات تانية وهتشوفوا دلوقتي. زي ما انت شفتم انا كنت ضايفه في الاول يعتبر يعني نص معلقه بس من الملح علشان تطعم معايا اللحمه، وحطيت طبعا باقي المقدار بتاع الملح بتاعي ووطيت النار عليها تستوي. هنا هعمل ايه؟ هنا هعمل العصاج بتاعي علشان هنعمل احلى صينيه رقاق بيتي خطير. بالمناسبه ان الرقاق اللي هتشوفوه معايا النهارده مرات عمي ربنا يديها الصحه هي اللي عملت لي الرقاق ده، وان شاء الله هعمله معاكم. كل سنه وهي طيبه، تعيشي وتعملي لنا يا ست الكل. طيب هرجع بقى معاكم للفيديو. انا هنا بس دبلت البصله كده ما اخدتش لون معايا ولا اي حاجه، ونزلت طبعا باللحمه المفرومه بتاعتي، ويفضل ان الفرم بتاعها يبقى خشن شويه مش ناعم قوي. طبعا هتفرق كتير في طعم الرقاق بتاعي، وبصراحه بحبها تبقى خشنه شويه في الحشوات، لكن لما بكون بعملها كفته او كده بسيبها تنعم براحتي. هنا هضيف ايه بقى؟ طبعا العصاج معروف بنضيف عليه شوية فلفل اسود وشوية من الملح وبس على كده. لو حابة تخلي الطعم معاكي او التست بتاعه عالي شوية هتضيفي رشة صغيرة قوي قوي من الحبهان او ورق اللورا المطحونين، ده لو انتي حابة تعلي التست بتاعها بس مش اكتر. هنا خلاص بقى هبتدي في الوقت ده كانت النار عاليه، اللحمه بتاعتي غيرت لونها اهو زي ما انتم شايفين. هبتدي على طول ان انا هدي النار شويه واغطيها دقيقتين 3 علشان تستوي وتبقى معايا زي الفل. هي طبعا ما بتاخدش وقت ابدا، وكلنا عارفين ان العصاق بتاعنا بيتعمل في 3 4 دقايق، وبتسيبيه 3 4 دقايق زيهم وبيستوي زي ما انتم شايفين. يعني لون البصله بتاعتي فاتح اهو ولون اللحمه بتاعتي كويسه. هسيبهم بقى كده على جنب وتعالوا اوريكم الرقاق بتاعنا التحفه. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ تحفة تحفة تحفة. ان شاء الله نعمله مع بعض قريب، سهل وسريع وجميل جدا وانضف بكتير قوي قوي من بره. معايا كده على طول شوية كده من السمنة وضفت عليهم بس يعني ممكن اقول ربع كوباية بس من الزيت تفكلي السمنة بتاعتي. هبتدي اجهز الشوربة بتاعتي السخنة وده اهم خطوة في الرقاق. كده معايا الصينيه بتاعتي اللي انا هعمل فيها الرقاق هدهنها بس شويه كده من السمنه، وطبعا معايا الشوربه بتغلي سخنه جدا، ومعايا كمان المفروم بتاعي اهو زي ما انتم شايفين. هبتدي بقى ان انا انزل الرقاق كده واحده واحده زي ما انتم شايفين، يعني الشوربه سخنه جدا واحده ورا التانية كده. وطبعا لو انت حابه تدهني كل طبقه والتانية سمنه مفيش اي مشكله، لكن انا وانا بحط دي حطيت عليها معلقه كده من السمنه دوبتها في الشوربه، فيعتبر كده كلها بقت بالسمنه. حطيت 4 طبقات كده من تحت، وهعمل كمان هحط بقى الحشو بتاعي، وكمان هعمل عليهم 4 طبقات من فوق طبعا على حسب حجم الصينية بتاعتك. كده اولها اهو. هضيف بقى العصاج بتاعي الكمية المناسبة للصينية بتاعتك، اكتر من كده او اقل من كده زي ما انت عايزه. حطي شويه بشويه زي ما انا حطيت لقيتها كده كويسه. الرقاق الحاجه الوحيده اللي ما بحبش الحشو بتاعها ايا كان لحم مفروم او ايا كان هنعمله بايه، حتى لو رقاق من الجاهز بتاعنا الآلي يعني، ما بحبش ابدا الحشو بتاعه يبقى كتير كده، بيبقى اطعم والرقاق نفسه بيكون ليه طعم اللي احنا ساقينه بالشوربه ده، وكمان حاطين عليه سمنه. يعني تختاري سمنه يكون ريحتها حلوه علشان هتفرق معاكي جدا جدا في الرقاق.
زي ما انتم شايفين، زي ما عملت تحت بعمل فوق 4 طبقات من تحت و4 طبقات من فوق. وطبعا بتحيري واحدة هنا وواحدة هنا علشان تطلع معاكي شكل الصينية في الاخر متساوي. شوية كده من الشوربة السخنة دي على الصينية بتاعتي، ومعلقتين 3 سمنة بقى محترمين، وهنسيبهم على جنب 4 دقايق وبس، علشان طبعا الرقاق ده لازم يتقطع قبل ما يدخل الفرن. يلا بينا بقى نقطع الرقاق بتاعنا. زي ما انتم شايفين اهو ابتدى يطرى واحدة واحدة كده، وهنبتدي نقطعه. طبعا التقطيعه دي راجعالك انت، لكن هو لما بيكون مثلثات كده هتشوفوا اخر الفيديو معايا هيبقى شكله عامل ازاي. انا واحده واحده كده، اهم حاجه تفضلي محافظه على شكله عشان ده هيفرق كتير جدا وانت بتقدميه. منها ما تبقيش هدرتي منه، منها كمان يبقى شكله لذيذ كده، وزي ما بيقولوا العين بتاكل قبل البق. دخلناه الفرن، حمرناه من تحت وحمرناه من فوق، وده كان احلى صينيه رقاق في الدنيا. كده خلاص اهو، زي ما انتم شايفين يعني هو واصف جماله بنفسه. كده خلاص، ده الرقاق بتاعي، حاجة كده اللهم بارك. طبعا كنا عاملين ايه كمان؟ كنا عاملين فتة. طبعا الصلصه بتاعت الفته والرز بتاع الفته انا عملته معاكم قبل كده، علشان كده انا ما حبيتش ان انا اطول عليكم الفيديو ده، وخليت الحاجه الوحيده اللي مفصله فيه هي الرقاق. وطبعا ورق العنب، طاجن ورق العنب ده او حله ورق العنب باللحمه دي ليها فيديو تاني لوحدها. لكن حاجات الفته انا سلقت بس معاكم اللحمه، وبعد كده رصيتها بقى مع نفسي نفس طريقه الصلصه اللي انا عملتها معاكم قبل كده، وطشره التومه، الدقه بتاعتي، والشوربه الجميله التحفه دي. وده كان غدانا يوم العيد. كل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله مش هتأخر عليكم في فيديوهاتي اللي جاية بإذن الله. الفيديو اللي جاي ان شاء الله بعد ده هيكون طريقة ورق العنب باللحمة اللي انتم شايفينه معايا ده، بس بالتفصيل بإذن الله. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ودسلي لايك واشتراك لو انت عجبك الفيديو. ويلا يا قمر بسرعة بسرعة حطيلي كومنت جميل زي كده، وزي وجودك منوراني يا حبيبتي. هستأذنكم، فيديو جاي ان شاء الله قريب مش بعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.